السلام عليكم متتبعات قناة الوان سيمان، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. البنات شكرا على التعليق، شكرا على اللايكات، شكرا على التشجيع، شكرا بزاف. بعد ما خدمت معكم هاد الجزء الاول من هذه الملاقيه ولقيت واحد التفاعل زوين، وعاود حطيت الجزء الثاني ولكن وقع لي مشكل في الفيديو. الصوت كيتقطع، الفيديو كيتوقف، يعني البنات بلا كيتشكاو في التعاليق باللي الفيديو فيه شي مشكل. لهذا قررت نعاود نسجل معكم عاوتاني الجزء الثاني من هذه الملاقيه. المهم هذا الطرف راه خدمته معكم، راه عارفين الطريقه كيفاش نحطو هنايا. دابا غنحتاجو الخيط المبروم على 5 الشعرات والكروشي النمره 12.060. الطرف الثاني البنات غنخدم نفس الشيء اللي خدمت في الطرف الاول، نفس الخدمه غنخدمها معكم ان شاء الله. خدمت حتى وصلت لهنايا غنكمل معكم. كندير لفه على الكروشي وكنخدم على الثوب عمود، كنخدم لفه على الكروشي وعلى الثوب، ثم كنخدم عمود، ثم سلسلتان، ثم عمود في نفس المكان، ثم كندير لفه على الكروشي وكنجي على الثوب دائما نفس القياس، كنحاول الضربات تكون متساويين، ثم سلسلتان نفس المكان، كنخدم عمود ثاني بهذه الطريقه حتى نكمل السطر ونرجع معكم. دابا ملي كملت هذا السطر كنحط هذا الطرف الاول على الوجه، هنا الوجه، ثم كنحط الوجه على الوجه، ما كنقطعش الخيط كما كتلاحظوا هنا لداخل، هنا الوجه كنحطو على الوجه بهذه الطريقه. ثم غنجي نجمع الملاقيه مع الملاقيه، يعني غندخل في هذه الفتحه الاولى، هاد فين جوج سلسله، ثم هاد الفتحه الاولى هنا هاد الفراغ، ثم غنخدم غرزات، ثم غنخدم غرزه حشو بهذه الطريقه، ثم غنخدم واحد السلسله. غنجي دابا لهنايا بين هاد جوج اعمده، بين هنا خدمت عمود، جوج سلسله عمود، هنا هاد الفتحه اللي كتكون نتمنى تبان لكم، ثم كنجي على هنا هاد الكروميطه، هنايا كاين واحد العمود هنايا في الوسط، كنجمع الثوب ثم كنتمون كنجمع غرزات حشو هاد سلسله، كنجي لهنا لهاد الطرف، هنا كاين جوج سلسله، ثم الفراغ، هاد الفراغ مباشره يعني كنجمعهم بهاد الطريقه، سلسله. نتمنى تكون الصوره واضحه. كنجي بين هاد الفتحات على دابا على الكرميطه، فوق الكرميطه العمود اللي كيكون داخل هاد الكرميطه، ثم كنجمع غرزه حشو، ثم واحد السلسله. كنجي لهنا فين خدمت جوج، هاد الفتحه اللي فيه جوج سلسله، ثم هاد الفراغ اللي كيكون بالكرميطات، ثم كنخدم غرزه حشو، سلسله. الفراغ اللي كيكون هنا ماشي جوج سلسله، الفراغ اللي كيكون بين جوج سلسله هاد الفراغ، ثم كنجي على الكرميطه، هاد الفراغ كنجي على الكرميطه داخل هنا، ثم كنخدم غرزه حشو، ثم واحد السلسله. كنجي على هاد الفراغ، ثم الفراغ اللي كيكون بين الكروميطات هنايا، يعني ساهل الطريقه. كنحاول نقد البنات نكمل ونرجع معكم، يعني الفتحه متقابله مع الفتحه هذا الفراغ، ثم بين هاد الغرزات كندخلها داخل العمود اللي كيكون بهاد الكروميطه بهاد الطريقه حتى نكمل ونرجع معكم. هاني جمعت هاد جوج طوفه بهاد الطريقه اللي وريتكم. دابا غنقطع الخيط
تاع الخيط بحال الملاقيه. هذا هو الشكل ديال الملاقيه. باش تفن البنات، اللي بغات تخليها بهذه الطريقه تخليها، اللي بغات دير لها الضرس كما درت ليها انا الضرس في الجنب تزيد ليها الضرس صافي. هذا هو الشكل ديال الملاقيه. دابا غنخدم معكم الطريقه ديال هاد الضريس. انا غنخدم هاد الطريف ونرجع نخدم معكم هنايا باش تشوفوا الطريقه. هذا هو الشكل، وما فيه ديكالاج ولا عويجاج ولا والو. كناخذ الخيط على 3 الشعرات كما كتلاحظوا. كما قلت لكم يعني الملاقيه كنخدمها ب5 الشعرات، ولكن الضرس اللي كيكون على الثوب، الضرس اللي كيكون على الثوب هنايا فوق الثوب، يعني ضروري يكون شويه رقيق باش يجي مواتي مع الملاقيه. يعني كنخدم غير 3 الشعرات. غنبداو هنا فين كتجي، هنا فين كتجي الملاقيه اللي كيكون عندها الضرس فوق الثوب مواتي معاه، ما يجيش الضرس غليظ والملاقيه داخله رقيقه. خص الملاقيه ب5 الشعرات والضرس اللي كيكون الفوق غير 3 الشعرات. هنا كاين هاد الخيوطه. المهم غنشد في هذا العمود الاول، غنثبت الخيط. انا ثبت الخيط البنات، كنرجع نفس العمود كنهزو من التحت، كنخدم واحد غرزه حشو، ثم كنجي للعمود الثاني. هذا العمود في نفس الفتحه، كنخدم جوج اعمده في نفس الفتحه. كتلاحظوا انا خديت غير واحد عمود، ثم كنخدم واحد غرزه حشو، ثم كنخدم ارتفاع ديال 4 سلسله. 1 2 3 4، ارتفاع ديال 4 سلسله. كنرجع للرول لهاد الغرزه حشو، كنخدم غرزه حشو بحال غرزه بيكو، ولكن كنخدم 4 غرز حشو. الاولى في نفس الفتحه، الثانيه مورا هاد الغرزه حشو، الثانيه، الثالثه، الرابعه. تجي على هذا الشكل. ثم كندير لفه على الكروشي، لا عفوا كناخذ هاد بلا لفه على الكروشي، كناخذ هاد العمود. كاين جوج اعمده في الفتحه، ولكن كنهز غير واحد عمود واحد. نخدم غرزه حشو، ثم ارتفاع ديال 4 سلسله، 2 3 4. نرجع اللور ديال هاد الغرزه، كنخدم 4 غرز حشو. الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، بهذا الشكل. ثم كنجي لهاد جوج اعمده كنهز غير واحد من التحت، هز عمود واحد، كنخدم غرزات حشو، ارتفاع 4 سلسله، 3 4. كنرجع اللور ديال هاد غرزات حشو، كنخدم 4 غرز حشو. 1 دائما نفس الفتحه، 2 3 4. هذا هو الشكل النهائي بعد ما خدمت الضرس من هذه الجهه وهذه الجهه. كما قلت لكم ضروري تخدموا على 3 الشعرات. هذا الضريس اللي كيكون على الثوب 3 الشعرات، الملاقيه 5 الشعرات. دابا غنجي نثبت هذا الضرس على الثوب بالخيط والبرا. دائما كنجي على هذا الراس ديال الضرس، كندخل فيه البرا وكنخرجو في الراس الثاني من الضرس الثاني. ماشي غير نجيو نضرب الضربات فيما جات الضربه، لا، باش يكون الضرس واقف ومقاد، ما يكونش معجن. يعني غناخذ غير هنايا، دائما كنرجع في نفس المكان، كنجي للضرس الثاني
نتمنى الصوره تكون واضحه. دائما داك الراس ديال البيكو فين كنهز والخيط يكون مواتي مع كيف مع الخدمه. كنرجع في نفس المكان كنجي للضرس الثاني دائما في ديك الراس ديال هاد الضريس، دائما نفس المكان كما كتلاحظوا، بحال الا كاع ما تبتوش بالبرا كيجي مفيني. كنرجع وكنجي للضرس الثاني دائما في نفس البلاصه، كنرجع بهذه الطريقه البنات حتى نكمل الخدمه ديال هاد الضريس. كما كتلاحظوا جا على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الملاقيه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم والدرس يكون مفهوم ووصل لكم الفكره. شكرا على تتبعكم. ما تنسوناش وما تبخلوش علينا باللايكات والبارطاج وتعليقاتكم الزوينه اللي كتشجعنا باش نستمر عاوتاني معكم ونقدموا الجديد. شكرا، خليتكم على خير والى اللقاء.